طبعا دائما في المولات كان في عمود يربطونه فيه الامهات وينطلقوا. فامي ربطتني وانطلقت، فقلت في نفسي بما انه قاعد يتعامل معامله كلب، قطعت يا جماعه الحبل وقعدت امشي في المول وانا طفل كذا صغير. فجاني رجل الامن السكيورتي قال لي انت ضايع؟ قلت له ايوه. قال لي طيب ليش ما تبكي؟ قلت له لا الامور تمام. المهم يا جماعه شالني دخلني الغرفه اللي ينادوا فيها اسامي يعني اهلك عشان ضايع. فقال لي ايش اسم اهلك؟ فانا يا جماعه قعدت افتكر الحياه الصعبه اللي عشتها. افتكرت لي، افتكرت صينيه جايه في وجهي، افتكرت انبوبه في اذني. فقلت له انا اسمي عبد الرحمن آل بزنس. الا مرت يا جماعه كذا عائله كيوت، اب وام وطفله وولد في عربيه ومعاهم شيبس وكذا شكلهم متروشين. قلت له هذه هي اسرتي. فوداني عندهم، سأل الاب قال هذا ولدكم؟ قال لا. وانا من بعيد يا جماعه اسوي له زي كذا. فشلته على جنب. قال لي ايش بك انت مجنون؟ قلت له والله صراحه انا معنف ويعني اباك تكسب فيه اجر، وانا صراحه اشوفك يعني مناسب انك تكون دادي. فقال لي طيب. رحت معاه يا جماعه، ركبت السياره، طبعا سيارتهم ما فيها سقف زي بيتنا. وصلنا بيتهم يا جماعه، بيتهم مره كبير مره كبير، ابوهم ما اشترى ارض اشترى حي. فقاعد اطالع في البيت زي كذا، دمعت. الا جاء دادي حضني، قمت طرحته. قال لي ايش بك؟ قلت له انت قاعد تلعب مطارحه؟ قال لي لا ذا حضن. قلت له طيب قل لا توترني. المهم يا جماعه جينا بنخش، الا في واحد فكر لنا الباب. فسالت اختي الجديده قلت لها مين هذا؟ قالت هذا شغال عندنا يفك الباب ويسكوا، ليش انتم ما عندكم؟ قلت لها احنا ما عندنا باب. المهم يا جماعه دخلت الفله، طبعا عندهم كلب حراسه، شافني شرد. دخلت جوا قعدت افرفر في البيت، لقيت فيه بسه، قلت اوف هذا العري شكله دخل مع الطاقه. شلته ورميته. جات البنت الصغيره قالت ليش ترمي بستي توتو؟ شلتها رميتها. الا جاء دادي قال لي عبد الرحمن ستوبت انت معاخب. قلت له لا تكفى سامحني. قال لي الا خش الغرفه ساعتين. قلت له دن. دخلت الغرفه يا جماعه، في تلفزيون، في سرير، في مكيف، في فرش. طلعت لهم بعد 4 ايام. قاعد امشي في البيت، الا اختي قالت تعال في سويمنج. قلت الله احب ذي الوجبه. فمشيت معاها، طلع انه قاعدين يسبحوا. فقلت خليني اسبح. فلاحظت شيء يا جماعه عند الاغنياء، يتروش وبعدين ينزلوا يسبحوا. طيب يا اخي انت كذا كذا حتتبلبل، ليش تتروش؟